بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير، صباح الخير عليكم. وحلقة جديدة من كلمتين عن الماشي وكابتن غندور. طبعا النهاردة الساعة 4 عندنا مباراة مهمة جدا مع نادي سموحة. وطبعا كابتن أحمد سامي من الكباتن اللي هي بتقدم مستوى طيب. ودايما مباريات الأهلي وسموحة بتبقى فيها نوع من الندية، ومن حقهم طبعا ان هم يلعبوا بكل قوتهم. انت بتلعب قدام اكبر نادي في افريقيا وفي الشرق الاوسط وفي مصر يعني. فان شاء الله بعد المباراه نطلع مع بعض ونتكلم على المباراه. طبعا الفتره اللي فاتت ديت الواحد كان بيفكر في ازاي الواحد ممكن او ازاي المشاكل اللي جوه النادي الاهلي تتحل. انا شايف ان في 3 لعيبه او لاعبين في الاساس يعني، اللي هو الشناوي واكرم توفيق. طبعا الشناوي الناس كانت مرحبه بيه في اداره النادي الاهلي انها تمدد او تجدد العقد معاه، بس هو حط شرط 80% ان هو يلعب. فده شرط طبعا تعجيزي بالنسبه للنادي الاهلي، ان هو مستحيل ان انت تفرض على اداره او تفرض على مدير فني محترم ان هو يقدر بوضع زي دوت. يعني افرض انت مش في مستواك، ازاي انا العبك؟ يعني ما فيهاش حاجه اسمها كده، والنادي الاهلي عمره ما قبل بحاجه زي كده. فبالنسبه للشناوي زي ما انت ضحيت للنادي الاهلي، زي ما النادي الاهلي اداك كتير، فنفسيا انت مش مظبوط، وعلاقتك مع الجماهير النادي الاهلي مش واصله لاحسن حاجه. بالعكس احنا كجماهير النادي الاهلي مش شايفين فيك كابتن الفريق. كابتن الفريق ده ليه مواصفات خاصة، فاحنا شايفين ان انت من الافضل ان انت تطلع اعارة سنة وترجع تختم حياتك في النادي الاهلي، او ان انت عايز تكمل بره، ده حاجة ترجع لك يعني. وبالنسبة لاكرم توفيق، انت شايف ان الفلوس افضل، او انت بتدور على الفلوس افضل، مع ان الفلوس اللي انت هتاخدها من النادي الاهلي دي برضه فلوس. يعني انت مش هتاخد ورق بنكنوت من من النادي الاهلي، لا، انت بتاخد مبالغ كويسه، مبالغ محترمه تعيشك انت واسرتك الكريمه في احسن حال لفتره كبيره. بس طبعا هو البني ادم في طبعه الطمع يعني. فدول اول 2 لازم يمشوا من النادي الاهلي. هم اللي عايزين يعني. وبالعكس انا عندي ارجع تاني للشناوي، عندي شوبير، وعندي احمد علاء تقريبا، زي ما كنتش غلطان يعني. ناس برضو بتأدي كويس، بتلعب في المنتخبات، خدت بطولات. فاحنا مش قلقانين على حراسة النادي الاهلي. يعني انا بفكر فيها، لو انت كنت كمان ما عندكش بديل للشناوي، كان هيعمل فيك ايه الشناوي في طلباته يعني؟ فانا شايف ان هو مثل لا يحتذى به في ان هو يكون كابتن الفريق. فخلاص هو انت كده فترتك مع النادي الاهلي، انا شايف ان ده حل من الحلول يعني. كابتن علي معلول قدم فتره فوق ال8 سنين او ال9 سنين في النادي الاهلي. افاد النادي الاهلي. راجل محترف، راجل ما حصلش منه مشاكل. راجل قعدنا معاه فترة فيها اخفاقات وفيها نجاحات. فانا شايف ان النادي الاهلي في نغمة كده طالعة انه بيقول لك النادي الاهلي باع علي معلول. لا، هو ما باعش علي معلول. احنا فريق او جماهير بتدور للاصلح، واداره بتدور للاصلح للنادي الاهلي. فانت لو انت مش على استعداد كامل بعد الاصابه، وان كولر شايف ان انت مش على استعداد كامل، فطبعا هي الحياه كده. كل حاجه ليها وقتها يعني. وفي نفس الوقت احنا شايفين ان انت استفدت جماهيريا، واستفدت معنويا، واستفدت ماديا من النادي الاهلي. فلو طلب المدير الفني ان انت ما تتقيدش الفتره اللي جايه ديت في النادي الاهلي، دي حاجه ما تزعلش يعني. وربنا ان شاء الله يقدم لك الاحسن والاحسن. هنيجي الكهرباء.
كهربا برضو انا شايف من اللعيبه اللي هي سوري يعني في الكلمه، عالة على الفريق. انت ما بتقدمش اي حاجه للنادي الاهلي. يعني انت الفتره اللي فاتت في فترات كتيره قوي افدت النادي الاهلي، ودخلت في مشاكل على طول، في ستريس على طول، في مشاكل وعلى طول داخل في صراعات. فانا من الافضل برضو ان انت ترحل عن الفريق ده، صالح ليك وصالح للنادي الاهلي يعني. كابتن محمود الخطيب الفتره اللي فاتت كان متهم ان هو آه، يعني عفوا يعني في الكلمه بخيل، يعني ما بيحبش يطلع عفوا يعني. البطولات اللي خدها الكابتن محمود الخطيب والصفقات اللي جابها الكابتن محمود الخطيب، اذا كانت ناجحه او اذا كانت فاشله، في اي اداره بيكون فيها نجاح وبيكون فيها فشل، ولازم الواحد اكيد بيتعلم من اخطائه يعني. بس الفتره اللي احنا فيها دي دلوقتي انا شايف ان الكابتن محمود الخطيب او سامع، احنا لسه ما شفناش، هيبان معانا في خلال الشهر ده لغايه يوم 8 فبراير. آه، هتيجي تقول لي بس الكابتن محمود الخطيب ما شفناش منه حاجه، فلغايه دلوقتي وعندنا صفقات. انا مش بدافع عنه، هو الكلام اللي احنا سامعينه او الكلام اللي احنا بيوصل لنا واحنا بنقول راينا طبعا. وانا كنت اتكلمت في الفيديو اللي فات على موضوع راي الجماهير، ده مهم جدا ان الاداره لازم تسمعه يعني. فاحنا شايفين ان الفتره اللي فاتت من ضغط الجماهير واكيد هو برضه ليه عين وشايف، والاداره ليها عين وشايفه ان هو لازم يبقى فيه تعاقدات وتعاقدات داخليه وخارجيه قويه. من الفتره الجايه جماهير الاهلي منتظره الكتير والكتير والكتير والاكتر من النادي الاهلي ومن لعيبه النادي الاهلي، ولازم لعيبه النادي الاهلي تستوعب هي بتلعب فين. ان دي نقطه مهمه جدا، ان انا شايف الشغف عند اللعيبه دلوقتي وصل لمرحله ما تفهمش بقى، شبعوا بطولات، شبعوا لعب كوره، شبعوا ماديا، ما تفهمش يعني. بس هي الموضوع ملهاش دعوه بالماده. انا بحب النادي وبحب العب كوره، الشغف اللي عندي ده مفروض على طول على طول الوقت شغال يعني. هنرجع لنادي الزمالك. نادي الزمالك وهقول لهم مبروك، مبروك لجماهير نادي الزمالك. كابتن حسين لبيب قدم لهم احلى هديه، بيقول لهم انا قدمت يوم ما هوقع لزيزو ب 230 مليون يبقى انا كده بقدم لكم هديه وما حدش يكلمني في اي صفقات. انا عند رايي زيزو بالمبلغ اللي انت هتدفعه اللي هو ال 230 مليون للاعب واحد، انت كده بترتكب اكبر غلط في تاريخ نادي الزمالك. بمعنى ان انت ال 230 مليون دول لو انت وفرتهم، مستحيل ان مصر كلها ما فيش لعيب زي زيزو. ما حدش يقنعني ان زيزو ده ما حصلش. زيزو في رايي انا، ممكن في راي الزملكاويه حاجه ثانيه، زيزو في رايي انا لعيب عادي جدا 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 يعني، يعني مش طفره يعني. بس هو واخد الصيت والنفخه عفوا يعني في الكلمه استحملوها مني، النفخه الكدابه اللي اديتها جماهير الزمالك لزيزو هي اللي وصلته للمرحله ان هو قاعد بيتشرط 30 مليون في الثلاث سنين. مبلغ مبالغ فيه جدا 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 جدا. مبلغ هتبقى ساقطه في اداره نادي الزمالك لو هي دفعته لزيزو، وفي نفس الوقت ما استفادتش من العروضات اللي كانت متقدمه لزيزو قبل كده من 8 مليون وال7 مليون وال6 مليون دولار. كانت الزمالك واقف على رجله. لا، هو الزمالك مستني ان هو ممدوح عباس مش عارف مين يديله من هنا، ده يديله من هنا، ده من هنا، اتحاد الكره يخفض 120 مليون اللي على نادي الزمالك عشان يقدر يقيد لعيبه، ووزير الرياضه يروح اسمه ده مدير اتحاد الكوره هاني ابو ريده. انا اتعاملت شخصيا مع هاني ابو ريده، يعني هو راجل مش رياضي بس راجل اداري يعني. فمش عارف هل هم هيوصلوا لمرحله انهم فعلا من 120 مليون هينزلوا لغايه 60 مليون عشان الزمالك يأيد لعيبته. دي برضو نقطه هتبان معانا الفتره اللي جايه. استاذنكم بس شويه. اختم الحلقه بتاعتي بموضوع فعلا حاجه اسمها قمه
قله الادب، قمه قله الادب من جماهير المصري في ماتش الزمالك. ان جماهير الزمالك المحترمه اللي بتراعي حرمه الميتين او الشهداء بمعنى اصح، في النوم في الدقيقه ال 74 وال 75 بيرفعوا موبايلاتهم وبيحيوا ذكرى الشهداء. نلاقي سيل من الشتايم والسب لجماهير نادي الزمالك وقله ادب وحاجه يعني قمه الزباله. النادي المصري نادي كبير ونادي معروف ونادي طول عمره موجود في الدوري المصري بيلعب كوره. صدقوني يا جماهير النادي المصري، بعض جماهير النادي المصري، انتم هتشوفوا كوره على اراضيكم تاني، هتفضلوا مشردين كده وتقعدوا تلعبوا كوره بره عشان ده اللي انتوا تستاهلوه. انتوا في قمه قله الادب. بعض جماهير النادي المصري، ممكن نقول الاغلبيه، ناس مش طبيعيه، ناس شايله حقد لانديه، لنادي بالاخص نادي الاهلي غريب وغير متوقع. ومهما نقول احنا ممكن الايام تنسي، بس معاكم انتوا هتفضلوا في قاع الزباله، معلش يعني عفوا في الكلمه يعني. انتوا جماهير ما تستاهلوش حتى تلعبوا كوره، انتوا جماهير ما تستاهلوش حتى الواحد يبص لكم بنظره ان انتوا نادي كبير ولا نادي محترم. انتوا اللي وصلتوا لناديكم كده. هنفضل طول عمرنا نتكلم في حقكم مش بالطيب ابدا، مش بالطيب ابدا، عشان انتوا وصلتونا لمرحله هتفضلوا تلعبوا بره ارضكم وهتفضلوا طول عمركم مشردين كده. انتوا المشردين، بعض جماهير المصري المشردين. انتوا تربيه شوارع، مهزئين. انا مش عارف اقول فيه اكتر من كده، مش عايز اطول عشان انا اكيد في ناس بتتفرج عليا وبراعي برضو الناس اللي موجوده معانا على الفيديو. فلازم نشوف من اتحاد الكوره عقوبات على بعض جماهير النادي المصري. اكيد مش كلهم كده، اكيد كلهم في ناس فيهم متربيه يعني. فلازم نشوف عقوبات على اللي هم عملوه دوت، ولازم يتخذ قرارات حاسمه في ان النادي جماهير او بعض جماهير النادي المصري يتاخد منها موقف، يعني ان ما حدش هيستحمل كده ولا حد هيقبل كده. والعين بالعين والسن بالسن والبادي اظلم، يعني زي ما بيقولوا تقريبا بيتقال كده يعني. ومع نهايه حلقتي ارجو للناس كلها التوفيق وربنا يوفقنا. وهطلب من اخواتي ان في مجهود بيتبذل على قد ما بقدر، محتاج الدعم، محتاج لايكات عشان الفيديو يتشاف اكتر. وان شاء الله دوام العافيه ليكم ولينا. السلام عليكم ورحمه الله.